النادي الأهلي يفوز على زد بهدف مقابل لا شيء في تاني مبارياته في الدوري المصري الموسم ده. نادي زد بصراحة عمل أداء ولا أحلى ولا أروع أمام بطل أفريقيا النادي الأهلي، وكان بيحاول يجاري النادي الأهلي بأنه يضغط على النادي الأهلي في وسط ملعبه، ولكن كان للنادي الأهلي رأي آخر، وكان لمارسيل كولر رأي آخر وتعليمات واضحة وصريحة لأحمد نبيل كوكا لما كان بيستلم الكرة على طول بأنه يبص في الجبهة اليمين أو الجبهة الشمال على حسب هو استلم الكرة فين، ويلعب الكرة الطولية على طول على جنب من الجنبين. عملها اكتر من مرة لطاهر محمد طاهر، وعملها اكتر من مرة لحسين الشحات. ولو بصينا هنا على الحالة بتاعة الهدف هتلاقي ان احمد نبيل كوكا بيستلم الكرة على طول من دفاع النادي الاهلي، وبيبص على طول ناحية طاهر محمد طاهر وبيلعب الكرة الطولية. ولكن لو بصينا هنا قبل ما كوكا يلعب الكرة وشفنا عمر كمال عبد الواحد مكانه فين في الملعب، عشان هتلاقيه دلوقتي هو اللي بيعمل الاسيست لطاهر محمد طاهر. الكرة على طول بتروح طوليه من كوكا لطاهر محمد طاهر اللي بيستلمها على طول، وبيعمل التحام كده مع مدافع النادي زد، لان طاهر طبعا ما بيخافش في الالتحامات وبيقدر ان هو يلتحم مع المدافعين وما بيشيلش رجله عشان خايف من الاصابه ولا حاجه. بيدخل على طول بعد ما الكره بالطب بيحطها لعمر كمال عبد الواحد المنطلق من الخلف للامام، اللي بيسحب الكره بشماله كده عشان ياخد في ظهره اتنين مدافعين. ودي غلطه دفاع نادي زد. لو بصينا هنا على الكره قبل ما عمر كمال عبد الواحد يلعب الكره لتحت هتلاقي ان في اتنين مدافعين رايحين على عمر كمال عبد الواحد عشان يقفلوا عليه زاويه التمرير او يقطعوا منه الكره، في ظل ان طاهر محمد طاهر واقف فاضي خالص وخالي من الرقابه. بتتلعب الكره على طول من عمر كمال لطاهر اللي على طول بيفنشها. هدف للنادي الاهلي ولا احلى ولا اروع، وهدف ب3 نقاط. واحقاقا للحق عشان ما اكونش بنافق نفسي، انا اتفرجت على الكره بتاعت رشيد اكتر من مره اللي كان فيها شك ان هي تكون ضربه جزاء للنادي زد، وحسيت ان رشيد هو اللي وصل للكره الاول، واحمد نبيل كوكا شاط رجل رشيد بعد ما هو لعب الكره. فبالتالي انا شايف ان هي ممكن يكون كان فيها ضربه جزاء لنادي زد. احقاقا للحق برضو نادي زد عنده 2 مساكين، سواء كان مصطفى العش او محمد اسماعيل، حاجه يعني زي ما بنقول فاخر من الاخر. الاتنين حطوا اسامه ابو علي لحد ما خرج من اللقاء في جيبهم، وما شفناش اخطر مهاجم في الدوري ابدا، ولا شفنا له كره خطره على المرمى. ده غير ان هما الاتنين استخلصوا من الكره كويس جدا. ومش بس كده، هما لما بيستخلصوا الكره بيسلموا الكره صح، ونادر جدا ان هما يشتتوا الكره. نصيحه مني للنادي الاهلي، لو عايزين تشتروا مساكين بدل ما انت بتلعب باحمد نبيل كوكا مساك وخالد عبد الفتاح مساك، فممكن تجيب مصطفى العش او محمد اسماعيل، ولو زد وافق هات الاتنين مفيش مشكله. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباريات الجايه. سلام.